سقوط حكم آل سعود لولا تدخل قبيلة طير التي شنت الغارة على معسكر جيش ابن الرشيد، فعدلت في النتيجة وأصبحت كفة الحرب متعادلة لا غالب ولا مغلوب. قبيلة طير حمران النواظر من أشرس وأشجع القبائل في الجزيرة العربية، وهم الملقبون بأهل الردات لأنهم كلما كسروا في أول معركة رجعوا على العدو المنتصر فكسروه. هزم مرة جيش للملك عبد العزيز رحمه الله ومعه في جيشهم طير عليهم فيصل الدويش رحمه الله، فخرج الدويش من معه من طير وهزموا العدو المنتصر في أول المعركة وكسروه. فقال الملك عبد العزيز رحمه الله: لا يهزم بيرق فيهم طير. استطاعت قبيلة طير بقوتها وشجاعتها أن تغير كثيرا من ديموغرافية المنطقة في الجزيرة العربية، وشاركت في العديد من المعارك وانتصرت، ولها أخبار في ذلك يطول ذكرها.